مرحبا عليكم جميعا. تعالوا انا ايش نسوي لكم؟ نسوي لكم الكيكه مال عيد الحب، اللي هي دائما العقده الاوليه انه الكريمه ما تصير حمراء نهائيا نهائيا، واذا تصير حمراء يعني يكثروا لها من هذين الاصباغ واكيد تمرمر، يعني 90% الكيكه الكريمه راح تصير مره اذا كثروا لها من هذا الصبغ. فاحنا راح نحل هاي الطريقة، وخاصة اللي يحب لي يسوي بالبيت الطريقة كلش حلوة، انه الكريمة بيضة على حطيتها، مجرد بس نخلي هذا المروار لما تطلع عندنا الكيكة حمراء ولامعة وشكلها كلش حلو، وشكلها بنفس الوقت طيب وبسيطة وسهلة. وتابعوا الفيديو عم تشوفون طريقتها، شويناها وحشيناها وسقناها. وشوفوا الفيديو. قبل ما تشوفون الفيديو لا تنسون اللايك والتعليق الحلو، واذا ما مشتركين بالقناة يا ريت تشتركون بالقناة. تابعوا الفيديو للنهاية. وهسه نبلش مواد الكيكة، اللي هي دائما لو تنتبهون الفيديوهات ابد ما اغير بيها الطريقة، هي طريقة واحدة. هنا عندي قلاص بلاك واب، هذا الكوب كوب نشا، كوب وربع طحين، عندي هنا كوب شكر، عندي هنا 3 بيضات. هنا بس البيض اقدر اغير بيه، اما اخلي 3 يا اما 4، انت حسب اختيارك، 4 او 3 تخلين. عندي هنا نص كوب مي، يعني انا قسته بالكوب المعياري وخليته بهذا القلاص. وهنا راح اخذ نص ظرف هذا البيكنج باودر، وعندي هنا راح اخذ خاشوقه جل محسن. هسه نبلش بالطريقه. هسه اول ما نبلش اليوم راح اسوي فيها المضرب الكهربائي، ما راح نسويه بالعجانه. اذا تسووا بهذا الجهاز الكهربائي اليدوي لازم تكون تختارون طاسه او نجانه يكون مالتها القاعده شويه ملمومه، يعني مو مفتوحه من جوا، على مود تساعدكم انه من ينخلط يرجع على الشبج ذنيشه وينخلط. هسه اول ما نضيف البيض والشكر، اللي هو كوب شكر، عندنا هنا نص القلاص مي. هنا البيضة انا ما وضحت، انا هنا اقول لكم يا اما اخلي 4 بيضات يا اما 3 بيضات. هسه انا خليت 3 بيضات. البيضة الرابعة انه هذا الكيك الاسفنجي هو قياس، يعني لا نزود ولا ننقص. بالنسبة للكيكة الرابعة اضيف مكانها خاشوقتين مي سائل، لان هي البيضة تعتبر مادة سائلة، فاضيف خاشوقتين مي بدال البيضة الرابعة، على مود ما تطلع عندي العجينة كلش ثخينة. فانا ضفت للنص جلاس خاشوقتين مي وعوضت البيضة. اذا عندي 4 بيضات متوفرات عادي اخلي 4 بيضات. هنا عندنا نكهة الهيل، انا دائما هاي بالنسبه للبيض دائما هيك، اذا ما عندي بيض متوفر كفايه فهاي طريقتي ابد ما تضر الكيكه نهائيا. هنا الطحين والنشا، وهاي الخاشوقة الجل المحسن. وعندنا هنا راح ناخذ نص ظرف هذا النص البقع، وهذا اللون الاحمر راح اخلي عليه على مود تطلع عندنا الكيكه حمراء. راح اظل اخلط فد دقيقه واحده على مود ما يتناثر هنا على الكاميرا. هنا نص دقيقه بس بالخلاط على مود ما يتناثر عندي الطحين، وهنا راح اخليه على اعلى درجه. وبالنسبه للنجانه قلت لكم لازم تختارون انه من جوا يكون ملمومه النجانه على مود تساعدكم بالخلط، يعني مو عريضه من جوا تظلون تفترون هيك، لا خلوها مكان واحد وهي يعني تفتر ويرجع على ذني الخفاقات. وهسه نبلش. وهنا كملنا خلط الكيكة. هنا ملاحظة انه العجين لا نسويه بالمضرب الكهربائي، لا هيجي ولا هيجي، يعني مو شوية هيك نروح يعني شوية هيك وشوية هيك، لا، يا اما تاخذين جهة يمين يا اما جهة يسار وتظلين على هالشغلة، يعني انه شوفوا يعني هيجي، واظل افر بالنجانة اني البيدي على مود داير مداير الكيك اللي بالطوارف، هذا كله تسحبه الخفاقات اليدوية. وبالنسبة ما اروح يمين ويسار كل ساعة على مود الهواء ما يفرغ عندي، اروح على جهة واحدة، يا اما هيجي يا اما هاي الجهة، وحدة من الجهات، يا اما هاي يا اما هاي، على مود الهواء ما يطلع بداخل العجين وتهبط عندي. هسه بالنسبة احنا كملنا هذا قوام العجين مال الكيكة،
وراح اروح اجيب القالب ونرجع لكم. هسه نخلي الخليط بالقالب، وخليت الخليط ما اقدر اسيطر يعني على النجانه والقالب لان عندي النجانه كلش ثقيله، فخلينا الخليط وهنا نوزعه، لان هو مو مثل الكيك العادي انه اول ما نخليه على السريع ياخذ قياس القالب او شكل القالب، لا نظل احنا نوزعه وشويه بالنص، يعني حتى القالب هذا الشكل القالب بالنص نسوي له شويه فجوه يعني على مود من ينفخ يعني ياخذ مستوى واحد. وقبل ما اخليه بالفرن ادق 3 دقات كلش قويه على مود الهواء اللي بالداخل يطلع عندي، وراح اخليه بالفرن تقريبا ما ياخذ، لان القالب هنا عندي قياس 18 ما ياخذ وقت، تقريبا ساعه او اي ساعه تقريبا ياخذ من عندي. وانا راح اخليه واقول لكم ايش قد اخذ وقت من عندي، وراح اخليه بالفرن ومن يكمل نرجع لكم. هنا اخذت كوب من الليبو اللي هاي نوعيه، وخليت كوب مي، وراح اخليهم على الاعلى بسرعه. اول شيء بدايه يعني كم ثانيه بس مجرد يختلط عندي على مود ما يطشر الكريمه، واعلى درجه. هنا من بعد تقريبا 3 دقائق طلعت لي هاي الكميه. الحلو انه بكريمه الويبو يعني ما تطولون ال5 دقائق وال6 و7، كل ما كانت الكميه قليله 3 دقائق 4 دقائق، لا اذا كثرت الكميه لا نخليها تقريبا 7 دقائق 8 دقائق اذا كثرت الكميه. بالنسبه هسه كوب مي 3 دقائق او اي 3 دقائق تقريبا طلعت لي هاي الكميه. والحلو بيها شيء ثاني انه تقدرون تشتغلون بيها نفس اللحظه بدون ما تبردوها او تخلوها بالمجمده، نفس اللحظه واحد يشتغل بيها. بس انا عندي الكيكه لسه يعني ما بردت كلش، راح اخليها بالثلاجه لحد ما تبرد عندي الكيكه واشتغل بيها. وهنا من بعد ما طلعت عندنا الكيكه وبردت وقسمتها بالمنشار هنا على سنتيمين، وهنا عندي الوجه وخرجت الفوقاني وبقت هاي تقريبا اقل من سنتيم. هنا تقريبا صار عندنا 4 مثل ما تشوفوهم. وهنا أنا محضرة الشيرة الخفيفة كلش خفيفة اللي هي قلاصين شكر على 3 قلاصات مي و7 دقائق. أول ما يفورن نحسب لهم 7 دقائق ونطفيهم، وهذا شكلهم يصير. إذا شفناهم كلش ثخان يعني كلش ثخينة الشيرة لازم نخففها بمي، يعني بمي عادي. وعندي هنا الكريمة هذا قوامها، وهسه نبلش. هنا عندكم الكريمة تريدون عفوا الكيكة تحشوها بس كريمة أو تحشوها حشوات اللي تعجبكم. هنا نخلي الشيرة الخفيفة. خافوا تقولون يعني اكونهم ما يستوعبون انه ليش نخلي شيرة العجينة الكيكة راح تعجن. ابد نهائيا، كل ما سقيتوها اكثر كل ما تصير الكيكة الاسفنجية مثل القطن. وهسه راح نخلي الكريمة. اذا يعني المبتدئين تطلع عندهم الكيكة مايلة او عوجة، نفس القالب اللي سوينا بالكيكة تقدرون تخلوه علاقة تشيز او تشيز يعني تشبير من الداخل، وتخلون هذين الطبقات الكيكة والكريمة وطبقات الكريمة لحد ما تكمل تضغطوها وتخلوها بالثلاجة او بالمجمدة نص ساعة، وتطلعون التشيز يعني تسحبون التشيز الكيكة راح تنسحب وتسقلوها بكل سهولة، ما راح تميل الكيكة من اي جهة. هنا عندي حشوة الفراولة، وراح نخلي هاي الطبقة. شكو طبقة عندكم مايلة عوجة أو بيها خلل تقدرون تخلوها بالنص. وهسه نسقيها، وأنا هاي الطبقات راح أسويها كلها نفس الشي. وهنا نسقلها أول شي سقل أولي نلم الفتات. قبل ما نلم الفتات هنا شكو عندنا خسفة بالكيكة نقدر نغلفها أو نحشيها بكريمة، يعني هسه مثل هاي حشيها على مود الكريمة ما تتمايل عندنا. وهسه راح نسقلها سقل أولي.
هنا راح اسويها صقل اولي، ومن اكمل الصقل الاولي هذا الفتات كله الم. شوفوا لو تلاحظون هذا الاحمر هذا كله هذا فتات. احاول اسويها صقل اولي، ومن اكمل نسويها الصقل الاخير. وراح اسرع الفيديو على مود الفيديو ما يصير عليكم طويل وتشوفون الخطوات. وهاي انا راح اظل اعدل بيها لحد ما اسوي حوافها شويه عندي عدله، وراح اخليها بالثلاجه نص ساعه، وبعد نص ساعه راح نطلعها ونشوف ايش راح اسوي الخطوات الاخيره. هنا أنا عندي مروار شفاف. هنا أنا عندي ثخين، يعني دا أصبه فوق الكيكة ما ينزل عندي بسهولة. قبل ما أخففه مي لازم شوية هيك أخلطه خلطة سريعة، يلا أخففه مي تقريبا هو 3/4 الجلاس هذا المقدار. خليت له خشوبتين مي، يعني مي عادي مو إلا بارد، وظل أخلص بيه لحد ما يصير خفيف عندي. طعمه كلش طيب. إذا حابين شفاف أو تريدوه لون أبيض، بس أنا أحلى شي عندي الشفاف، يعني حتى تكون لي لمعة كلش قوية. بعد راح أخففها مرتين، يعني بعدها كلش ثخين عندي. هذا الخف يكون مناسب، يعني أخليه على الكيكة بكل سلاسة ينزل على الكيكة. هنا راح ألونه لون أحمر، إن كان سائل باودر كاكاو. الشفاف يعني مال الحار ياخذ اللون الأحمر، بس الكريمة مصيبتها مصيبة الكريمة أبدا تاخذ لون الأحمر نهائيا، يعني حتى لو تخلي لها كمية لازم وقع. خلينا نمسح. لازم كمية كلش يعني كبيرة من هذا الصبغ، يلا تعطي لون شوية بحمار. وإذا كثرتوا جائز تمرمر عندكم الكريمة من كثر الصبغ، إن كان باودر أو إن كان من هذا. فيفضل يعني أنا أحب هاي هيك الطريقة بكل سهولة، لا أتعب روحي ولا هاي، مجرد بس أخلي المروار. هنا بالكاميرا يطلع يعني لونه أحمر فاتح، بس هنا لونه يعني دمار، لون أحمر طوخ حيل، بس بالكاميرا ما أدري ليش ما واضح اللون الأحمر. وهسه راح نجيب الكيكة ونجي. عندنا هنا من بعد ما نص ساعة بالمجمدة أو بالفريزر تخلوها، وراح نضيف عليها المروار. وهنا عندي بالسباتولا بكل سهولة ما أشيل السباتولا كالساعة. شوفوا شلون يصير، لا أخليها عليها وأمشي القاعدة الجوا. هنا أنا راح أخذ هذا الزايد وأخليه بالجوانب. وهنا نجيب السباتولا ونمسح شلون نسقل الفوق. انا عندي المروار بس هاي الكميه، اذا انتم عندكم كميه كبيره تقدرون تغطوها كليتها الكيكه. وهسه راح نجيب بقى عندنا كريمه راح نخلي لها حبل داير مداير القالب. وهنا عندي كريمه زايده خليتها حبل من جوا. وهنا التزيين بس تريدون تخلوها هيجي تريدون. هاي انا عندي ورد اليابا، وعندي هذا الصجن غذائي. هنا نقدر نخلي كم وحدة حسب ذوقكم. وهنا نكون كملنا التزيين، وهنا مثل ما قلت لكم حسب ذوقكم تحبون تسوون التزيين. وهنا كملنا تزيين الكيكة، ولازم قبل ما نقسمها نخليها بالثلاجة مدة نص ساعة على مود الكريمة والمروار كله يجمد عندنا. وأنا حاليا خليت لها المروار وراح أقسمها قدامكم بدون ما أخليها بالتجميد. وهنا نقول بسم الله. فرق الماعون لا توقع. شوفوا شكلها من الداخل، اللون الوردي
يخبل ويعطي لون للكيكة. أراويكم إياها من الداخل، شكلها كلش حلو، وأكيد طعمها كلش طيب. وهاي قدامكم راح نقسم، شوفوا شلون هشة. الحشوات اللي بداخلها تريدون تكثرون الحشوات، تريدون تقللوها حسب الرغبة. ولا تنسون التعليق للفيديو، وإذا ما مشتركين بالقناة تشتركون، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك. شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم الحلوة.